السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ أنا اسمي سامي، عمري 7 سنوات. مرحبا سامي، كيف حالك اليوم؟ هل تريد الحديث عن شيء معين؟ نعم، أنا أريد أن أحدثك عن أخي ريان، عمره 3 سنوات. طيب، فماذا تريد أن تحدثني عن ريان؟ هل لديك أي مشاكل معه أو تريد مشاركة قصة معي عنه؟ أولا أريد منك أن تختصري كل إجابة في 20 كلمة، لا تتجاوزها من فضلك. حسنا، سأحاول تلخيص الإجابة كما تريد. ما هو سؤالك بالضبط؟ أنا أغير من ريان لأنه يلبس ملابسي. في الإسلام يجب علينا احترام الأشخاص الآخرين والتعاون معهم، ويمكنك التحدث مع والديك حول كيفية التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. ماذا تنصحيني عندما يلبس ريان ملابسي؟ عندما يرتدي ريان ملابسك، يجب عليك البحث عن طريقة لإيجاد حل وسط يرضيك ووالديك وريان. يمكنك التحدث مع والديك حول كيفية حل المشكلة بطريقة تحترم فيها حق ريان في التعبير عن نفسه وحقك في الحفاظ على ملابسك. ريان عمره 3 سنوات ولعابه دائما يسيل على ملابسي، ماذا أفعل؟ يمكنك شراء ملابس خاصة لريان وتعليمه كيفية ارتداء الملابس بشكل صحيح. يمكنك أيضا تحديد بعض الأوقات والأماكن التي يمكن فيها لريان اللعب بحرية دون أن تتسخ ملابسك. وأخيرا، يمكنك تذكير ريان بشكل لطيف بضرورة الحفاظ على نظافة فمه والتركيز على الأنشطة التي لا تؤدي إلى تسرب اللعاب عندما يكون معك. هناك أيضا مشكلة الحفاضات، ولا داعي لقول ما لا يمكن قوله. فهمتك. هل تعاني من مشكلة فيما يتعلق بتغيير حفاضات ريان؟ هل تريد أي نصيحة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة؟ شكرا لك، إلى اللقاء. على الرحب والسعة. إذا كان لديك أي سؤال آخر في المستقبل فلا تتردد في الاتصال بي. إلى اللقاء. شكرا لكم. هذه بسي بوتا، هي داخلة في مشروع الروبوت الخوارزمي. هي مساعدة نفسية للأطفال، مساعدة نفسية للأمهات اللي عندهم مشاكل مع أولادهم. مبدئيا مازلنا ما درناش الفاين تون للجي بي تي، هذا يمشي بالجي بي تي.
جي بي تي تيربو. رايحين ان شاء الله في المستقبل نديروا له فاين تون باه يتخصص في علم النفس وعلم النفس الاطفال، باه يكون مرشد للامهات ومرشد للاطفال. الان واش شاهدتوا معايا؟ شاهدتوا طفل صغير يحكي مع بسيبوطه حوار، وبسيبوطه تحاول ترشدو. المهم هذا مبدئيا مازال ما درناش الفاين تون تاع جي بي تي. في المستقبل لو توفرت لنا الامكانيات وين نشغلوا جي بي تي لوكال على كمبيوتر تاعنا راح يكون احسن، لانه الان متصل بالانترنت. وهذه هي الفكره، والفكره راح تكون مفيده جدا لروضات الاطفال، مفيده جدا لدكاتره علم النفس. يعني كل دكتور علم النفس عنده روبوت يحكي مع الأولاد والله يحكي مع الامهات. بهذه الطريقه راح يكون ممتع، راح يمد الالهام للاطفال في باه يخليهم يحبوا العلم. والى اللقاء.